وهلا بدي اقول لك شغله، لانك انت جيتوا على هالبلد ونفخر ان استقبلناكم اول شيء بزحله بعد ما صارت المذابح اللي صارت من قبل الاتراك. نعم. 7 سنين بقيتوا بزحله ما نزلتوا واحد منكم على بيروت، لذلك بزحله فيش حي ارمني، بزحله في بيوت مشتبكه كلياتها مع بعض، فيش حي خاص مثل هذا. اضافه اليوم امبارح كنتوا عم تحتفلوا بمرور 85 سنه على المجزره اللي تتذكروها، وما كانش حدا يقر انه تركيا مخطيه ولا بتدفع ثمنها لهالمجزره. هني بدي بس ذكر العالم الحر، يجوز اسرائيل دفعت المانيا اللي دفعته ودفعت العالم كليته، لانه تقول انه راح عند ناس ببولونيا وهن وهن، ونحن ما حدا بيقرب صوبنا كلبنانيه، لانه انا بعتبركم لبنانيه واصيلين، انه اللبنانيه هن ما لهم حق يطالبوا تركيا. اضافه نعم اضافه انه نغرق بقصص المحليه بس. يجوز اليوم العالم الحر كليته بما فيه الصديقه فرنسا قامت الايام على ايدين 10 يهود بايران لانه عملوا تجسسوا لمصلحه إسرائيل. ونحن موجود عندنا بالسجون الاسرائيليه ناس خطفوا من هالبلد خطف، ما حدا بيسترجع يحكي فيهم الا غير اذا اجى له هيك شيء زائر. واليوم البعض يقول انه انتم بدكم تطالبوا بتعويضات على الاحتلال الاسرائيلي وما صنعته. اكيد بدنا نطالب، نروح نطالب بلاهي ونسمع صوتنا. وانا بقول انا بشكر الامم المتحده يلي بعد قضيه قانا اصريت ان تدان اسرائيل وبدي تعويضات منها. جربت مدام اولبرايت تشوفني لحتى تقول لي بلا هالطلب ده، ما رضيت تشوفها، شفت تعرفت عليها بلبنان أنا. الحمد لله اللي دافعين الكونتريبيوشن تبعهم، يعني بتكوني دافعه رسومات متوجبه عليك. نعم. لحتى تقدر تصوتي. 127 دولة بما فيهم اليابان اللي كنت شاكك فيها صوتت لمصلحة لبنان انه لازم تعويضات. الدولة اللي ما عملت ابستنسيون امتناع هي روسيا، لانه عليهم الامور مالية، اللي امتنعوا اثنين بس ومشوا ضدنا، الولايات المتحدة واسرائيل. اليوم نحن عم نهير هالدعوة قبل ما نضلنا ملتهيين هني بالتكتكات الصغيرة 1000 لهان و1000 ليتان، نطلع بقضايانا الكبيرة. شوف اليوم محامية على مستوى كبير يتقدموا بدعوة بلاهي، ليه بتخسروها؟ عال خلينا نحمل العالم المسؤولية كليتها ونخفف نتفي. نحن بقى من حاجنا عايشين، نحن عايشين بزروب، بنكون عملنا دعاية سياسية على الأمين. ستي ليش بدنا نعمل دعاية سياسية؟ نعم. بنضلنا لحقينا. قال له ما حدا مات وراه مطالب، ما بيموت حق اذا وراه مطالب، ضلك تطالبي ونعيط. خلي حكام هالعالم يقولوا ما معكم حق. لشوف ليش بيعطوا الحق لاسرائيل قلنا بيعطونا شيء؟ لا، الهولوكوست بس اللي يعملوه باوروبا هتلر، ليش عندنا مش هولوكوست نحن بقانا؟ نعم. هنا تاخذيني فت من برات الخط على قصص، لانه بالحقيقه بتحرق القلب، والناس اليوم لازم يفهموا شو في بالعالم وين نحن. بس نحن كنا عم نحكي عن التقاطع اللي اوصلك الى رئاسه الجمهوريه. ابدا التقاطع اللي اوصلني يمكن هالسياسه اللي انا اتبعتها بحياتي، والطاعات اللي ما كنت وزير وقبل ما كنت وزير كان في لي علاقه مباشره مع الرئيس الاسد. وبذكر تمام انه عقد معه قصص للمرحوم رئيس تركيز، اللي بتروح اذا بعتك له ايه روح وانا قابل الرئيس اسد ببيته كنت شوفه. ويمكن هذا اللي كان وصلت بيني وبينه، هذا اللي قدرت خلصت فيه. زعلي يا بولا، لانه زعلي وصلت لوقت ماتت اختنقت 81 حقيقه اختنقنا ومت. نعم. ورجعت انا طلعت لفوق وطلعتهم للشباب. طيب نفس هيدا التقاطع اللي اوصلك الى الرئاسه هو اللي اوصل. اولا بدي اقول لك بشغله، كان هنالك في تفاهم شبه دولي بالاتفاق كمان مع سوريا، لانه قالت اذا هيك اتفقوا لا المرحوم ريني. لا كيف المرحوم ريني بس قدر عاش 17 يوم وكيف راحوا فيه؟ هذا السر. ومرات قبله كان في تفاهم مرفي الاسد كمان، قبله كان في تفاهم مع عم خالد الظاهر. مرفي الاسد عم خالد الظاهر. وبدي اقول لك الحقيقه انا كنائب نهار ما مشيت فيه.
صحيح. ما مشيت كنتوا ببكركي لا تجمع نواب الموارنه، نحن طلعنا نعم. اول ناس انه نحن ما نمشي. وقتها كمان قال اما خالد ظاهر اما الفوضى، وصارت الفوضى. ايه. تفضلي بقى منين اجت الفوضى. اما انا بقول لك الحقيقه، علاقتي مع امريكا ما فيها الصداقه، ولا يمكن كان عندي صديق واحد اسمه جون كيلي اللي كان سفيرها. بعدين برحتي على امريكا سنه ال 91 كان هو مستلم قضيه الشرق الاوسط. جون كيلي بعرف لمن قابلت الرئيس بوش وقال لي عندنا كثير قضايا معكم، رح اوكل الاثنين يكفوا البحث معك، انت موجود هان يرجعوا يعملوا لي رابور، شو رايك بجون كيلي وبفلين؟ قلت له على راسي، وكفيت انا مع جون كيلي.